المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد. التنمية الزراعية في مشروع الصناعة لقدير توجد في مستوى جيد. دعم مالي لأسر الشهداء في عصب. جنيف تستضيف اجتماعا دوليا للوساطة بين أذربيجان وأرمينيا. ترامب يعتزم سحب آخر جندي أمريكي من أفغانستان بحلول عيد الميلاد. وروسيا تخلي قرى بعد انفجارات في مستودع للذخيرة. أهلا بكم مشاهدينا. إعلان من وزارة الصحة: أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 8 من أكتوبر في مراكز العزل بإقليمي القاشبركة والأوسط إصابة 7 مواطنين بفيروس كورونا المستجد، وكان 5 من بين المصابين السبع في مركز العزل بمنطقة الشلالو، ومصاب واحد في مركز العزل بمنطقة أديبرة، ومصابة واحدة في مركز العزل بفندق نيالا بالإقليم الأوسط. وقدم 6 من المصابين خلال الأسابيع الماضية من إثيوبيا والسودان بطرق غير نظامية، ومصابة واحدة قدمت قبل 14 يوما من أديس أبابا عبر النقل الجوي، وكانت في مركز رعاية وسط أسمرة. في غضون ذلك شوفي 6 مصاب بفيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات إقليم قاشبركة وسرحوا إلى منازلهم. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إريتريا حتى اليوم 405 إصابة، شوفي منها 364، ولا يزال 41 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة أسمر 8 من أكتوبر 2020. صرح المدير التنفيذي لمشروع الصناعة على قدر على ضفاف وادي القاش السيد داويت أبرهة بأن المشروع يوجد في مستوى جيد ومطمئن. وقال السيد داويت أبرهة في التصريح الذي أدلى به لوكالة إرنا أن مؤسسة المواشي والقلال تسعى جاهدة لتأمين مؤن الإنتاج الزراعي بتنمية الذرة في مساحة 2450 هكتارا في مشروع الصناعة على قدر الزراعي هذا العام، وقد بلغت مستوى الإثمار دون أن تتعرض لأي أضرار من الآفات الزراعية. وأشار إلى توزيع 1200 هكتار من المساحة المزروعة للمزارعين الذين ينشطون على المستوى الفردي في تنمية المحاصيل الحقلية كالذرة والسمسم والذرة الشامية، فيما ينمو 1250 هكتارا عبر المؤسسة، مشيدا بإسهامات المواطنين وأعضاء وحدات قوات الدفاع المرابطة في المنطقة. وذكر بأن إنجاز أنشطة الحراثة في أوانها إضافة إلى هطول أمطار غزير هذا العام جعل المزارع في وضع جيد، داعيا إياهم لمواصلة جهودهم ومساعيهم حتى يتم جمع المحصول. وقال كل من قائد فرقة المقدم برهان تصفى مريم وقائد لواء قدي عقباي من وحدات قوات الدفاع المنظمة لأنشطة النفير في المشروع أن المهام ظلت تجري بالتنسيق بين المواطنين وأعضاء قوات الدفاع المرابطة في المنطقة، معربين عن أملهم في حصاد إنتاج وفير. وأوضحت المزارعات النشطات في المشروع بأن أنشطة التنمية الزراعية في مشروع الصناعة على قدر تنجز عبر التنمية المروية وينتجن الغذاء الأخضر إلى جانب المحاصيل الحقلية الموسمية، مشيدات بتجهيز المشروع للجرارات الزراعية بأسعار معقولة ومساعدة أفراد قوات الدفاع لهن. قدم أعضاء فرع الشباب العمال بالاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا بإقليم جنوب البحر الأحمر قدموا تبرعات مالية ل15 أسرة شهيد. وقال مسؤول الشباب في الإقليم الشاب عثمان عبد القادر أن تبني أسر الشهداء ليست مسألة تترك للحكومة فقط، مشيدا بالخطوة التي اتخذها الشباب العمال لتبني 15 أسرة شهيد لسنة واحدة بالخصم من رواتبهم الشهرية عبر تقديم مبلغ مالي قدره 500 نقفة شهريا لكل أسرة، داعيا الجهات الأخرى للاقتداء بهذا العمل النبيل. وأشار الشباب إلى أن الدعم المقدم للأسر لا ينحصر على الدعم المالي فقط، مؤكدين إسهاماتهم في تلبية احتياجات تلك الأسر اليومية. هذا ويتبنى أعضاء الشباب العامل في إقليم جنوب البحر الأحمر مسؤولية أسر الشهداء بإسهامة مالية من 3 أشهر بانتظام للعام الثالث. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.
أهلا بكم مجددا. تستضيف جنيف السويسرية اجتماع وساطة دولي أولا بشأن النزاع في ناغورني قرباق، بينما نزح نصف سكان الإقليم الذي يشكل الأرمن غالبية سكانه بسبب المعارك بين حكومته المدعومة من بريفيان من جهة وأذربيجان التي يسعى الإقليم للاستغلال عنها من جهة أخرى. واستقطب النزاع قوى إقليمية، وقد حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأن دعم تركيا لأذربيجان يهدد بتدويل النزاع. واندلع القتال في أحد أكثر النزاعات المجمدة والقابلة للانفجار منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في 27 من سبتمبر، ولم يظهر الطرفان أي رغبة في التوصل إلى تسوية. وبعد ذلك أعلنت أذربيجان أن وزير خارجيتها جيهون بيرموف سيزور جنيف وسيلتقي قادة مجموعة مينسك، وهي هيئة وساطة تضم فرنسا وروسيا والولايات المتحدة. وتسعى المجموعة إلى حل النزاع القائم منذ تسعينيات القرن الماضي. من جهتها استبعدت أرمينيا عقد لقاء بين وزير خارجيتها زهراب مناتساكيانيان ونظيره الأذربيجاني، واعتبرت أنه من المستحيل الجمع بين إجراء مفاوضات ومواصلة العمليات العسكرية. وحول القصف الذي نفذته القوات الأذربيجانية ستيبان ناكرنت المدينة الرئيسية في قرباق إلى مدينة أشباح مليئة بالذخيرة غير المتفجرة والحفر الناجمة عن القذائف. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على سحب آخر جندي أمريكي من أفغانستان بحلول عيد الميلاد، أي قبل أشهر من الموعد المحدد في الاتفاق الموقع بين واشنطن وحركة طالبان لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة. وفي سبتمبر كان عديد القوات الأمريكية في أفغانستان يبلغ 8600 جندي، لكن البنتاغون أشار يومها إلى أنه بصدد التحضير لمرحلة انسحاب جديدة. ومنذ سنوات يعد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات 3 من نوفمبر بوضع حد للحروب التي لا تنتهي، وهو لم يخفي أمله في تسريع الانسحاب مع اقتراب موعد الانتخابات. وكانت إدارة ترامب قد وقعت في 29 من فبراير اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان نص على سحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021 على أبعد تقدير، مقابل التزامات أمنية من الحركة المتطرفة وانخراطها في مفاوضات سلام مباشرة مع حكومة كابول. أجلت روسيا سكان أكثر من 10 قرى في منطقة رابازيان جنوب شرق موسكو بعد انفجارات قوية في مستودع ذخيرة وفق وزارة الطوارئ الروسية. ولا زالت النار مندلعة ليلا في عدة أماكن من موقع الحادث الواقع وسط غابات، وارتفعت أعمدة دخان في السماء وفق صور نشرتها وزارة الطوارئ. وجاء في بيان للوزارة أن نارا اندلعت في أحراش بمحيط مستودع الذخيرة في المنطقة الواقعة على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوبي شرقي موسكو. وامتدت النار إلى المستودع ما تسبب في انفجار أسلحة مخزنة. من جهته أكد الجيش الروسي أن الحادث الذي وقع قرب قرية زيلتوكينو لم يخلف إصابات، موضحا أن الذخائر كانت مخزنة في المكان. وأفادت وزارة الطوارئ أنه تم نشر أكثر من 430 شخص، بينهم 190 عنصر إنقاذ و57 عربة وقطار متخصص في مكافحة الحرائق لمحاولة احتواء النيران. نالت الشاعرة الأمريكية لويز جلوك جائزة نوبل للأداب حسب ما أعلنت الأكاديمية السويدية المانحة للجائزة. وأوضحت الأكاديمية في حيثيات قرارها أن جلوك كفئت على صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي. وسبق لجلوك البالغ من العمر 77 عاما الفوز بالعديد من الجوائز الأدبية المرموقة في بلادها مثل بوليتزر والكتاب الوطنية وغيرها من العديد من الجوائز. وتعمل جلوك حاليا كأستاذ مساعد وكاتبة مقيمة ضمن برنامج روسين كرانز في جامعة الأمريكية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.